يعتبر معبد بن عزرا من أقدم المعابد اليهودية في مصر، ويرجح أنه كان في الأصل كنيسة قبطية أرثوذكسية تم بيعها لأحد أفراد الجالية اليهودية في مصر عام 882 ميلاديا، وتم تسميته على اسم إبراهام بن عزرا العالم الديني والفيلسوف اليهودي. يتبع المعبد التخطيط البازيليكي الثلاثي، فكل جانب من جانبيه ذو مستويين، العلوي مستغل كشرفة للنساء، وبوسط المعبد توجد البيمة أو المنبر حيث تقرأ الصلوات في منتصف المعبد. يوجد بالمعبد هيكل يمثل اتجاه الصلاة، وهو أقدس عنصر في المعبد اليهودي، مزين بأسلوب الأرابيسك ومطعم باللؤلؤ في دمج للتقاليد الفنية المختلفة، كما كتبت عليه الوصايا العشر باللغة العبرية، بالإضافة إلى زخارف مرتبطة بالديانة اليهودية كالمنوارة والكتابات العبرية. اكتسب المعبد أهمية كبرى بسبب الاكتشافات التي تمت به عام 1888، حيث عثر بداخله على مجموعة كبيرة من الوثائق التاريخية التي أمدتنا بمعلومات مهمة عن التاريخ الاقتصادي والاجتماعي والديني للطائفة اليهودية، وأصبح هذا الاكتشاف معروفا باسم جنيزة القاهرة. ممكن نقول ان وثائق الجنيزه ديت هي التايم لاين او الجانك ميل بتاع الطائفه اليهوديه في مصر من القرن التاسع للقرن تقريبا ال 13. من خلال الجانك ميل دوت او من خلال وثائق الجنيزه عرفنا حاجات كتيره جدا، بس اهم من ده لازم نبقى عارفين وثائق الجنيزه دي موجوده فين. موجوده في مكان ما اعتقدش ان ما فيش حد ساكن في القاهره ما عداش عليه. بتركب المترو وبتنزل محطه ماري جرجس بالظبط كده، مصر القديمه. مصر القديمه هناك خليني اقول لك ان هو تقريبا من الاماكن القليله في العالم، لما كانش المكان الوحيد اللي انت فيه بتعدي على جامع وكنيسه ومعبد يهودي بالظبط. مصر فيها خلينا نقول لغايه النهارده فيها حوالي 4 أو 5 معابد يهوديه لسه موجوده لغايه النهارده، بس كان فيها اكتر من كده بكتير، في جزء منها اتقفل وفي جزء منها دلوقتي في طور الترميم. ولكن كان في يهود في مصر. المكان اللي احنا هنتكلم عنه النهارده ليه قيمه تاريخيه كبيره جدا، وهو المعبد اليهودي اللي هو بن عزرا. معبد بن عزرا ده موجود في مصر القديمه. المكان ده جواه هو اللي عرفنا فيه حدوته وثائق الجنيزه. هو انا ليه في بدايه الكلام قلت ان وثائق الجنيزه هي التايم لاين او الجانك ميل بتاع الطائفه اليهوديه في مصر؟ اعتقد ان كل الناس سمعت عن حاجه اسمها الشده المستنصريه. في الشده المستنصريه دي كانت في الدوله الفاطميه في القرن ال11. اكتر حاجه مشهوره الناس كلها بتتكلم عليها واتعمل عليها مسلسلات ان المصريين كلوا بعض. في كتب تاريخ بتقول المصريين كلوا بعض. كتب التاريخ ديت زي المقريزي وابن الأسير وابن طوير. ولكن في حاجة تانية قوية جدا اسمها وثائق الجنيزة اللي موجودة في المعبد اليهودي اللي قلت لكم عليه، بتقول كلام غير ده خالص. خلينا الأول نشوف معبد اليهودي بن عزرا. المعبد دوت حواليه حواديت كتير جدا. انت لما تروح مصر القديمة بتروح طبعا بتشوف الكنيسة المعلقة، بتشوف جامع عمرو بن العاص، بس قليل قوي اللي بينزل تحت وبيخش شمال في يمين في اخر الممر بيروح بيلاقي حاجه مهمه جدا اسمها معبد بن عزرا. المعبد دوت لما هتيجي تدور في كتب التاريخ هتلاقي مفيش ليه حدوته ثابته، مفيش ليه تاريخ ثابت. معظم المتخصصين بيتكلموا ان المعبد دوت تقريبا اتجدد في القرن التاسع وكمل معانا، ولكن في كتابات تاريخيه تانية بتقول ان المعبد ده كان موجود من قبل كده بكتير. هو اتجدد، يعني هو كان موجود على كنيس او معبد يهودي اقدم من كده، نظرا لان مصر القديمه او الفسطاط كان فيها طائفه يهوديه عايشه تقريبا من القرن الثامن. خلينا نشوف. طب مصر القديمه اللي احنا بنقول عليها مصر القديمه اللي احنا في الاول قلنا ماري جرجس، بتنزل بتروح بتزور ال3 اماكن دول. المنطقه دي كان اسمها ايه الاول؟ ما كانش اسمها مصر القديمه، كان اسمها حصن بابليون. دي كانت البوابه بتاعت مصر. اي حد عايز يدخل مصر كان بيخش من المكان ده. ممكن نقول مينا او مكتب اداري للمينا، اي حد عايز يخش كان بيدخل من هناك. ففي بعض الروايات بتاعه الطائفه اليهوديه اللي كانت عايشه في مصر بتقول للمكان ده بالتحديد اليهود عملوا فيه المعبد بتاعهم او الكنيس بتاعهم.
لان بعض الروايات اليهوديه بتقول ان انتوا طبعا كلنا عارفين قصه سيدنا موسى لما امه خافت عليه فربنا الهمها ان هي تحطه في باسكت او في سبت وحطته في النيل اقيم في اليم. اليم اللي هو النيل. المنطقه دي انا لسه بقول لكم من شويه الحصن دوت كان مينا. فبعض الروايات بتاعه الطائفه اليهوديه بتقول ان الصندوق بتاع سيدنا موسى رسى في المكان دوت، وهو ده المكان اللي فيه امراه فرعون لقت فيه السبت وشافت فيه سيدنا موسى، والقصه اللي كل الناس عارفاها اللي موجوده سواء قصص قراني او موجوده في العهد او موجوده يعني في الكتب المقدسه الاخرى. فعلى الاساس دوت المكان ده كان ليه قدسيه، وعلى اساسه اتبنى المعبد هناك. بس دي روايه شعبيه، هل في ما يؤكد ده؟ مفيش. كل اللي بيأكد لنا يعني او كل اللي احنا متأكدين منه ان المعبد اليهودي اللي موجود دلوقتي هو اتجدد في القرن التاسع. اتجدد في القرن التاسع برضو. دي كلها روايات، مفيش ما يثبت ان هو في القرن التاسع. هل لما اتجدد كان في نفس المكان واتبنى، ولا كان في مكان قريب منه وبعد كده الطائفه اليهوديه اشترت المكان دوت اللي هو في بعض الكتابات التاريخيه بيقولوا كنيسه الشماعين وعملت عليه المعبد ده. ده تقريبا يعني خلاصه اللي موجود في الكتب التاريخيه عن الموقع الجغرافي او تاريخ المعبد دوت. طب المعبد اليهودي الاهميه الحقيقيه بتاعته في مكان موجود جواه اسمه وثائق الجنيزه. قبل ما نفهم مع بعض وثائق الجنيزه دي كان موجود فيها ايه، لازم نفهم الاول يعني ايه. اليهود كان عندهم عاده، يعني طبقا للشريعه اليهوديه في عاده اي ورقه مكتوب عليها اسم الله ما ينفعش تترمي، ما ينفعش تترمي عقد. زي بالظبط ما اللي عندنا مثلا المسلمين اي ورقه مكتوب عليها بسم الله الرحمن الرحيم او الله او عليها ايه قرانيه ما ينفعش تترمي. فهو تقريبا اليهود عندهم نفس الموضوع، اي ورقه مكتوب عليها اسم الله ما ينفعش تترمي. طب نعمل ايه؟ بنكتب على ظهرها، بنستخدم مواد كيماويه قعد شويه تشيل القديم ونكتب عليه من اول وجديد. لان برضو حسب اعتقادهم حتى لو انا مسحت اسم الله من الورقه دي ده مش هيقلل حاجه من قدسيه الورقه. مع الوقت، وده طبعا كان بيتحط في مكان اسمه الجنيزه، الجنيزه يعني المخزن. مع الوقت الورق ده بدأ يتراكم كتير جدا جدا جدا، بس ما حدش كان عارف اهميته. بعد الكتابات التاريخيه بتقول ان هو يعني كان قرار من اليهود اللي احنا مش هنقعد كل شويه ناخد شويه الورق دولت ونرميهم او ندفنهم، هنستنى. تراكم مع الوقت لغايه ما وصل تقريبا ل 200,000 ورقه. 200,000 ورقه فيهم تقريبا حدوته مصر او تاريخ مصر في حوالي 300 سنه. طب الوثائق دي كانت عباره عن ايه؟ وثائق جواز، قوايم جواز، شكاوي، جوابات، عقود بيع، عقود شراء. اي حاجه مكتوب، اي حاجه من الحاجات دي لازم تبدا باسم الله تبع الشريعه اليهوديه. كل الكلام ده كان موجود جوه. طب الحدوته دي بدات ازاي؟ في القرن ال19 تقريبا سنه 1869. في الوقت ده في القرن ال19 كان بدا يبقى فيه هوس في اوروبا بالمخطوطات والوثائق المصريه واي حاجه مكتوبه بلغه قديمه. كان في اتنين باحثتين، اتنين ستات انجليز، واحده اسمها اجنس والتانيه اسمها مارجريت، جم مصر وفعلا نزلوا الفسطاط او نزلوا القاهره. بقى ساعتها ما كانش في فسطاط، نزلوا القاهره ساعتها واشتروا ورقتين. اشتروا ورقتين المفروض ان هم قدام جدا تقريبا يرجعوا للقرن ال11. ولما رجعوا انجلترا يعني حسوا ان الورقتين دول قيمتهم عاليه جدا، خاصه انهم كانوا مكتوبه بحاجه اسمها العبريه القديمه اللي هي العبريه العربيه. العبريه كانت بتتكتب بحروف عربيه. فخدوا الورقتين دولت وراحوا لعالم متخصص في الكتابات القديمه. العالم ده اسمه سولمون شيشتر. لما شافهم عرف ان الورقتين دولت قيمتهم كبار جدا جدا جدا. سال انتوا جبتوهم منين؟ قالوا جبناهم من سوق من القاهره، وبنسبه كبيره دولت هيبقوا راجعين للجنيزه. في نفس السنه سولمون شيشتر جه القاهره وراح بالاتفاق مع الطائفه اليهوديه في القاهره وطلب منهم او عرض عليهم اللي هو ينقل 140,000 مخطوطه وورقه اللي انا كنت بقول لكم عليهم في اول الحلقه جانك ميل دولت، ينقلهم لانجلترا جامعه كامبريدج ويبدا يدرسهم. هم لغايه النهارده بقى في علم اسمه علم الجنيزه، لغايه النهارده لسه بيدرسوا فيهم. لما راحوا هناك وبداوا يدرسوا وبداوا يحللوا اكتشفوا ان اللي اتقال لنا عن الشده المستنصريه اللي كلمتكم عنها في اول الحلقه ملوش علاقه خالص بالواقع. الشده المستنصريه كانت بتتكلم على ان المصريين كانوا بعض، كانوا الجثث، كانوا الناس الميته، كانوا بيخطفوا بعض وبياكلوها وبيقلوها وبنسمع حاجات كتيره كتبها المقريزي. اللي الناس ما تعرفوش ان المقريزي كتب بعد الشده المستنصريه تقريبا ب 500 سنه.
ولكن الناس اللي كانت عايشه ايام الشده المستنصريه بكلمك في 140 الف مخطوطه، وصلت لغايه النهارده ل 200 الف مخطوطه، كلهم من القرن التاسع للقرن ال 13 تقريبا. مفيش قصقوصه ورقه واحده فيهم بتتكلم عن المصري اللي خطف مصري وكاله، ولا عن المصري اللي نبش والكلام دوت. كانت بتتكلم عن ديون، كانت بتتكلم على الحكومه الفاطميه وقتها، او اللي كانوا قايمين على الحكم وقتهم، اللي هم كانوا بياخدوا القمح من الناس بالعافيه. كانوا بيتكلموا ان هو استحاله ان هم مش قادرين يتاجروا، مش قادرين يبيعوا ويشتروا. كان في انفلات امني كبير جدا، ده اللي موجود في وثائق الجنيزه لغايه النهارده. فخليني اقول لك ان وثائق الجنيزه او منطقه معبد بن عزرا ووثائق الجنيزه اهميتهم التاريخيه الحقيقيه انها بتخلينا نشوف المصريين اللي كانوا عايشين في مصر من القرن التاسع للقرن ال 13 زي ما احنا قاعدين بنتكلم مع بعض النهارده. كانوا بياكلوا ايه، كانوا بيشربوا ايه، كانت مشاكلهم ايه، كانوا بيتجوزوا ازاي، كانت ايه اقصى المشاكل اللي عندهم، كانوا بيدفعوا ضرائب شكلها عامل ازاي، علاقتهم بالحكومه كانت عامله ازاي، علاقتهم بباقي المصريين كانوا عاملين ازاي. فاتمنى ان الناس تروح مصر القديمه وتروح المعبد اليهودي وتسال عن وثائق الجنيزه وتشوف التاريخ وتحسه.